بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس له مثيل ولا ند ولا شبيه ولا ضد، وكل ند ليس له بند، لا يغوث ولا يعوق ولا ود ولا سواع ولا نصر ولا بد، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ولا تزد الكافرين إلا تبارا، ولا تزد صنمي بوذا والحرية إلا هدما وانكسارا. والله لو أن الأمة موحدة لربها متمسكة بشرعها ودينها متأهبة مستيقظة لما يدور حولها لما تجرأ محمد بن زايد على نصب صنم بوذا في الإمارات، وما تجرأ محمد بن سلمان على نصب صنم الحرية في جدة. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب، صعادقة لئام طغام أعادوا سنة عمرو بن لحي في نصب الأوثان في جزيرة الإسلام. جلبها عمرو من الشام إذ كانت تحت حكم الرومان، فغير بها الحنيفية وطمس بها الملة الإبراهيمية، واليوم أعادها ابن زايد من الهند والسند، وبن سلمان من دولة الأمريكان. فيا له من زمان كلما انصرفت صروفه فتكت فينا عواقبه، دهرا يرى الغدر من إحدى طبائعه، فكيف يهنى به حر يصاحبه. يا طامعا في هلاك دين الله عد، ولا ترد كأس حتف أنت شاربه. هونا عليكما واتئدا واعلما أن الليث يجمع نفسه متحفزا للوثب حين تراه يمشي القهقرى. إننا أمة نامت ولم تمت، مأزومة تكابد وحية تجاهد، نلتم من جسمها ولم تبلغ مكمن الإيمان من نفسها. يأبى لها دينها أن تلفح بعجاجكما أو تلين لضلالكما، أردتم أن تقبروها ويأبى مالك الملك أن تموت وتقبرا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صار العدو على يقين أن الأمة مروضة على مقابلة اللكم بالبكم والصفع بالشكر، فأرسلكما إليها تشركان في توحيدها وتنهشان في عرضها وفي أقدس مقدساتها، فنصبتما الأوثان والأصنام في جزيرة الإسلام. هل آن لأمة أن تتحرك وتتألم أم تسكت ولا تتكلم؟ أمتنا ما مات رسولها صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أحياها بعدما كانت مواتا بالشرك والصنبية، وبعد 14 قرن من حياتها وجاءها قرن الشيطان بن زايد وبن سلمان ليقتلاها بنفس العلة وليعيدا هبل واللات بعد موات في صنمي بوذا والحرية. جنسا طهرها بالانفتاح وتوحيدها بالشرك والأوثان، فيا ليت من أحيوها ماتوا بائسين. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا إله إلا الله. تطوى الليالي والأيام وتنصرم الشهور والأعوام، وما كنا نظن أن هبلا يوما سينصب ولا اللات يوما سترتفع ولا عمرو بن لحي يوما سيرجع، ولكن لا غرب ولا عجب إذ قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان، وأول من ينصبها أهل حضر من تهامة. رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر. وتهامة يا عباد الله هي ما بين الساحل الغربي للجزيرة العربية بما يسمى اليوم البحر الأحمر، وبين امتداد جبال السروات
وهي مدن كثيرة، ومنها مدينة جدة وهي مدينة حضرية وأهلها حضر، وقد نصب فيها اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول وثن، وهو بما يسمى تمثال الحرية لممارسة الحرية الغير مقيدة بالدين. أتعلمون ما هو تمثال أو صنم الحرية؟ إنه تمثال شهير في جزيرة الحرية في خليج نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، واسمه الكامل الحرية تنير العالم. وهذا الصنم هو شخصية ليبرتاس إله الحرية الرومانية المسروقة. وفي عام 1869 قام فريدريك الفرنسي بتصميم صنم على شكل فلاحة مصرية مسلمة، وعرضه على ملك مصر السابق الخديوي إسماعيل ليتم وضع التمثال على مدخل قناة السويس، ولكنه اعتذر لتكاليفه الباهظة، ثم أهدته فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 28 أكتوبر عام 1886 كهدية تذكارية بهدف توثيق عرى الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية. وهذا الصنم يمثل الديمقراطية أو الفكر الليبرالي الحر، ويرمز إلى فلاحة مصرية مسلمة تلبس الثوب الطويل وقد تحررت من قيود الاستبداد بين قوسين، أي التحرر من ضوابط الدين الإسلامي، وألقت القيود عند إحدى قدميها. تمسك هذه المرأة في يدها اليمنى مشعلا يرمز إلى الحرية، بينما تحمل في يدها اليسرى كتابا نقش عليه حروف الرومانية جملة 3 يوليو 1776 وهو تاريخ الاستقلال الأمريكي. أما على رأسها فهي ترتدي تاجا مكونا من 7 أسد شعبه عليهم ومن أجلهم واستحلال ما حرم الله. واتخذ من علماء السلطة أحبارا ورهبانا يحلون له ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فأحلوا بفتواهم المعازف والرقص والمراقص والغناء والاختلاط والديسكو وغيرها بفتاوى يلبسون فيها الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا عايض القرني قال إنه اليوم مع الإسلام المعتدل وليس مع الإسلام إسلام الصحوة. أقول نعم يا عايض، أنت مع إسلام محمد بن سلمان ولست مع إسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأتحداك يا عايض أن تتكلم عن صنم الحرية أنت ومن على شاكلتك كصالح المغامسي وسليمان أبو الخيل والكلباني وعبد العزيز الريس وعبد الرحمن السديس وصالح الفوزان ومجموعة آل الشيخ عبد العزيز وتركي وعبد الله وصالح وغيرهم. ألا وعزة ربي وجلاله إن هذا الوثن ما انتصب إلا بفتاويكم المضللة. ها هو الشرك يدخل إلى جزيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خطيبا مسقع أو عالما مرجع أو وزيرا أو أميرا موضع فينهاهم عن ذلك. أين التوحيد الذي تدندنون به؟ وقد أباحت دولتكم دولة المملكة العربية السعودية حال قيامها دماء الناس عليه من أجل مسائل مشتبهة كقضية التوسل والتبرك ورفع القبور. أما اليوم وهذا الكفر الصريح والطاغوت الواضح لقد ارتضيتموه لكم ربا وقلوبكم تخفق به حبا ولدولته أمريكا عشقا وصبا، ثم أتيتم بتمثالها وصنمها الذي يمثل شعائرها الكفرية باسم الحرية والديمقراطية ليتخذ إلها يشرع ويعبد من دون الله، يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله على مسامعكم وأمام ناظركم ولتشهد له ألسنتكم. فتبا لما قدمتم وما به أقررتم وأفتيتم، ألا فتلك عبادتكم إياهم. ولم تكتفوا بأن تكونوا شركاء في نشر الشرك وفتح باب المجون والرقص للنساء الكاسيات العاريات بدعم وتوجيه من هيئة الترفيه الكافرة التي أحلت ما حرم الله وقننت الشرك والفسوق والمجون والفجور